السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم متابعين صفحة الشيف طه. وصفتنا لليوم راح تكون مطجنة. وصفتنا لليوم أكلة كتير مفيدة ولذيذة ولازم ناكلها بين الحين والآخر، بس بكتير أيام مننغش ونحن عم نشتريها ومنقع بكتير مشاكل بعدها. اليوم راح أعلمكم طريقة الشري من الألف إلى الياء وشلون فينا نميز الشغلات عن بعضها. وصفتنا لليوم معلاق مقلى معلاق مطجن. قربوا لعندي لهون لنشوف المعلاق. هاد المعلاق شلون فينا نميز المعلاق إذا كان غنم أو بيلا؟ رح نبدأ بالشرح من الأول. أول شي المعلاق بيجي غنم وبيجي فطيمة وبيجي بيلا. شلون بدنا نميزهم؟ أول شي بنرفع المعلاق هيك، إذا كانت المندويشة رفيعة بهالشكل هاد وقليلة معناتها هذا معلاق غنم عواص نظامي، بتكون معنا المندويشة صغيرة. في معظم الأحيان بنلاقي المندويشة تبعيته كبيرة، بيجي كيلو أو 3/4 كيلو، هذا بكون معلاق بيلا أو بكون فطيمة. في حال كانت السودة كبيرة معنا هيك بهالشكل هاد المعلاق الغنم النظامي. طلعوا لاحظوا معي شقد حجمه. أما إذا كانت صغيرة بتجي هيك بهالشكل أو تنتين صغار، بكون هذا معلاق فطيمة. شلون نميز إذا كان بيلا أو غنم؟ نجي لهون على القلب. هون عنا هون قلب الخروف، نعمل هيك وبنعطيه كبسة. إذا كان هيك بهالشكل ما في بوز، هذا معلاق غنم. أما إذا كانت مبوزة تبويز القلب تبعه مبوز، هذا بكون معلاق بيلا. إيش الفرق بين الغنم العواص والبيلا؟ هي عبارة عن نوعيات، يعني شلون مثلا السمك أو أي شيء آخر. مثلا السمك بيجي عنا سمك بحري سمك نهري، والغنم نفس الشيء. أذكى أنواع الغنم هو الغنم العواص. هون بيجي البيلا. هلا نحن هون في تركيا متعارف عليه أكثر الشيء البيلا. هلا هاد أنا شاري عواص، طبعا ببين مثل ما قلنا من المندويش ومن القلب. وفي عنا شغلة تانية بالمعلاق هلا بالفرم رح نشرحها. في شي بالمعلاق اسمه العطاشة. هون بالحمرة منلاقي هيك بعض الطابات قاسيات شوي، هاي بتكون الغنمة. قربوا لعندي شوي. هون بتكون الغنمة عطشانة ومي شربانة، بطلع مثلا من هاي هيك. لاحظوا إذا لقينا وحدة أو تنتين بالحمرة 3 ما في مشكلة. إذا كانت من تشرب شكل معنا أكبر أو متواجدة بالسوداء معناتها هاي الغنمة مرضانة. في كتير محلات بتبيع وما بتدقق، بس نحن لازم نعرف إيش عم نشتري. السوداء لازم تكون نظيفة، ما فيها عطاشة. ممكن تكون عطاشة هيك نعمة شيء لا يذكر، ما بأثر لأنه هي لازم تنشال معنا. هلا هون بالحمرة موجودة مثلا هيك شو هالشقفة كبيرة، نعمل لها هيك. هي على الكب. طلعوا لوين وصلانة. هلا على الفرم على السوا نحن بننظفه كله. هلا بشرح لكم شلون. هاي الشغلات بالمعلاق أو بالكبدة كتير لازم ننتبه لها. طريقة الفرم أنا رح أساويه نصه مقلي نصه مشوي. أول شي بنسحب الدرن هالشكل بنقشر القلب هيك، هذا كله على الكب. لاحظوا معي هاي الدرنة، هاي ما بقولوا للمندويش، هاي هون بيجي فيها عرق دم لازم تنشال. هاي بيجي فيها عرق القلب، هاي كلها لازم تنشال معنا على الكب. المندويشة هاي المندويش اللي بتنفرم وبتنحط. هلا أول شي بنقص القلب، بطلع معنا الدم. لاحظوا إذا الغنم مذبوح نظامي ما بيبقى دم في القلب، بكون نظيف. هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية. يعني شلون مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟ يعني مضروب الرقبة لحد الحنجرة
ومتروك الدابة تصفي دمها. أما الطريقة الغير إسلامية بكهربوا الدابة، بصعقوها بالكهرباء فبتجمد الدم في العروقة وبتقتل الدابة في أرضها. هلا الحمراء والقلب، السوداء عفوا والقلب، لازم ينفرموا ناعمات شوي سواء للقلي أو للشوي، بحيث إنه تنضم معنا بالسيخ مو أكتر، لأنه هاي بتجي عنا غضة وطرية. أنا بفضل إذا للشوي تكون أخشن شوي من هيك، بس هلا أنا رح أفرم شوي للقلي. رح أقسمه قسمين، منه للقلي منه للشوي. طلع لنا هيك عرق القلب بنشيله. المندويش هي بس هي المندويش. هالشقفة هي بتيجي عليها أثر دم، لأنه هي بتيجي بقيانة من التشحيمة مثل بيت الشحم يعني. هي ما في مشكلة إذا انخصلت، بس هي تنفرم ناعمة مشان نستعملها بدال الدهنة عالتقلاي. إذا بتحبوا تخسلوها بتخسلوها قبل الفرم، ولكن أنا بحب المعلاق مع شوية الدمات بيعطوه زكاوة. هذا دم لأنه إذا انخصلت يعني ممكن تليس، بس في كتير ناس تقرف من هالموضوع وبتغسله. وهلا هيك فرمنا المندويش ناعم عشان يصير معنا ضم للشوي أو في التقلاي. أهم شي يكون المستحد جنبنا والسكينة حدة شاطرة معنا مشان ما نتعذب فيه. هلا بنبلش بفرم الحمرة، وبنرجع لموضوع اللي هو موضوع العطاشات والتنظيف. التنظيف كله بالحمرة لأنه فيها بمر العروقة كلها، والعروقة هي كلها هيك بدها سحب. نفتح الحمرة هيك بالنص، هاي العروق هاي كلها بدها سحب. هاي هيك العطاشات، هدول وحدة تنتين ثلاثة بالحمرة ما بيأثر، بالسوداء معناتها الدابة مرضانة وما بتنشر. المعلاق هذا اسمه معلاق مضروب. برجع بقول في قصابين كتير بتبيعه، ولكن نحن لازم ننتبه بالشراء ما نشتري. هلا عنا الحمرة بشكل عام قاسية، يعني قد ما قليناها ما بتستوي معنا بالهين، فلذلك لازم تكون ناعمة معنا على الفرم إلى حد ما، يعني هيك لازم تكون قد الشقفة هالشكل هذا إذا كان للقلي، لأنه إذا نعمت أكثر من هيك بتجص معنا على القلي وبتصير بتعلق عليك على الفاضي، ما بتستوي معنا بهالشكل هذا. إذا كانت للشوي أكبر شوي معلش، لأنه بتتأمر معنا وبتصير طيبة ما في مشكلة. وبالنسبة للمعلاق لازم نحكي على أوزان شريه. المعلاق إذا كان كبير ما بينشرى، يعني إذا كان معلاق كامل هو والمندويش والقلب والسودا والكلى وبيت الكلى كله، ماكسيمو لحد ال3 كليات بتاخد. فوق ال3 كليات بطلع معنا قاسي، بتطلع الجلدة يعني كتير قاسية. الحمراء قاسية بتعلق مستحيل تستوي، السودا بتطلع معنا قاسية. وشلون بدنا نعرف طيب إذا الخروف فتي؟ بكون بهاللون، لونه وردي مو أسود غامق. بس كانت الدابة كبيرة بتصير هي أسود غامق كتير، أو إذا كانت بيلا بتكون صغيرة وغامق كتير، هدول ما بينشروا. لازم نمسك هيك السودا، هي رغم إنه اسمها سودا ولكن بتلاقوها على خمري كيش في لون فاتح، هاي بتتاخد معنا. الخروف يعني ماكسيمو إذا كان مثل ما قلنا هيك كامل مع كل حباشاته 3 كليات بتتاخد. إذا كان منظف لازم يكون وزنه كليين، كليين و200، بهالشكل بتاخد. أكتر
ما بتاخد، ما بنصح أنا فيه. لاحظوا معي، شايفين هاي العرق؟ هذا هيك كله دي يتنظف معنا على الكب. نحن بدنا بس الحمرة. نفرمها كلها بهالطريقة من نطفة ونفرمها. وهلا هيك بعد ما فرمنا الحمرة، أنا مثل ما خبرتكم راح آخذ جزء حاليا نتبله ونسويه معلقة مطجن، والباقي كمان راح نتبله تبلة شوي، وإن شاء الله بشي وصفة راح نساوي أكلة شوي مرتبة لأنه المعلقة كبيرة علينا بالقلي. هلا بنجي على المفيد لهون. أطيب شي بالمعلقة كله السودا. هلا أول شي بنجي على هي اسمها الطحيل. هي كتير 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 مفيدة، وطريقة فرمها إنها ما بصير تنفرم طاول طاول. هي بتنفرط، عفوا بتفرط. فبس بنشيل هالجلدة من عنا هيك، سواء قلي أو شوي، إذا كاننا نقلية أو نشوية. بس بنعملها هيك وننظف هالزوايد من عنا هيك الجلدية هالشكل هاد. نعمل لها هيك جرح 2. هي يا اما بنحطها هيك على المنصب وبنشويها من قلبها مع الشوي طبعا بعد التتبيل، او وقت بنقلي في التقلاي بنضيفها هيك على حالها وبنخفف التحريك كتير، ما بصير تتحرك مشان ما تفرط. كتير كتير نافعة وكتير مفيدة، حتى كتير من الدكاترة بوصفوها لمرضى فقر الدم. بنشيل هون بيطلع عنا عرق، هذا اهم شي ينشال لانه هون ببقى على طول دم. نعمل هيك بنشيله تماما هيك، انسحب العرق معنا. هلا هيك بس شلنا هي بكون السودا جاهزة معنا للفرم كله تماما بهالشكل هاد. السودا ما بتدوب، عبارة عن فستق. إذا كانت للقلي بتنعموها. ممكن تطالع معكم شوية دم. فرمة جدا بسيط وسهل بهالطريقة هاي. هاي هيك جاهزة معنا. هاي فرمت أنا نعمل القلي. أهم شي ما تغلطوا غلطة الشاطر حسن وتروحوا تغسلوه. المعلاق ما بنغسل. هلأ للشوي أخشن شوي هالشكل هاد. هلا رح أخبركن شلون بننظف هالدم من دون ما نغسله. هلا لازم نفرمه كله بهالطريقة. وهلا هيك بعد ما انتهينا من الفرم، مثل ما قلت لكم أنا سويت منه قسمين للشوي وللقلي. فرمنا هون تبع القلي ناعم، الحمرة لازم تكون لحال والمندويش لحال والسودا لحال، لأنه بينزلوا بالتدريج ما بينزلوا مع بعض مشان نصل للاستواء يكون ممتاز. بالنسبة للشوي ما في مشكلة لأنه هو كليا رح يتخلط. طريقة تنظيفه هلأ من الدم، رشة ملح بحيث يتملح، يعني معلقة ملح معرمة ترشوها بقلبه وبتخلطوه وبتحطوه بشاشة بيضة أو بمصفاية، بس يفضل تكون شاشة بيضة، ما لازم تكون للكب. هاي الشاشة هي لحالها من الملح تمتص الدم كليا. بنضف المعلقة من الدم من دون ما نغسله ونروح طعمته من دون ما نتعذب طاول طاول. بعدها نجي لطريقة التحضير، ننتقل سوا على المكونات. وهلا جهزنا المكونات لحتى نتبل المعلقة سوا. مثل ما قلنا هون أنا قاسم المعلقة، هذا فرم ناعم للتتبيل مشان القلي، وهذا للتتبيل مشان الشوي. هلا بلزمنا للتتبيل شوية زيت للمعلقة المشوي، القلي ما بده. كم ورقة غار مشان يمصوا الزنخية. شوية توم. معلقة فلفل كبيرة يفضل تكون حدة بتعطي كتير طعمة لذيذة. معلقة بهار. 3 معالق كزبرة يابسة ومعلقتين ملح.
3 بصلات انا هون جهزت، وقرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر للمعلقه. وهلا بنقطع البصل بهالشكل هاد جناحات، ما يكون ناعم، هالشكل هاد القلي. تماما هالشكل هاد. وهلا هون حضرنا المقلاية، بنحطها على نار عالية، بنضيف شوية زيت صغيرة مشان ما يعلق معنا البصل، وبننزل بالبصلات والمندويش. بس المندويش أول شي بننزل فيهم مشان ينزنز شوي، وبنفرم الفليفلة وبنلحقها فيهم. وهلا بنفرم الفليفلة، لازم تكون خشنة بهالشكل هاد، ما لازم تنعم معنا. الفليفلة اختيارية معكم، فيكم تضيفوها فيكم لا، بس أنا بحبها كتير بالمعلقة، بتعطي طعمة كتير لذيذة. لسه إذا بتكون حدة بصير الطعم خرافي. وهلا بنضيف الفليفلة وبنضيف الحمرة. بعد ما المندويش بلشت تنز معنا ننزل بالحمرة، بس الحمرة والمندويش والبصل والفليفلة، وبنقول لهم روحوا تقلوا. هدول أكتر شي بياكلوا نار، بياكلوا معنا استواء وقت كتير، فلذلك بنحطهم على النار. ولوقت ما يتجهزوا معنا هلا رح نتبل المعلقة تبع الشوي نجهزه. شوف طريقة التتبيل شلون، وبنطلع عليهم كل شوي تحريكة. وهلا بنجي لهون على التتبيل. أول شي بنجيب طشت كبير شوي عشان ما نعبي الدنيا وناكل قتلة. بالنسبة للشوي ما في مشكلة، يتخلطوا كلياتهم مع بعض، وإذا في شوية دهنة شقف بطلع معنا الوضع تمام، تكون دهنة ليه. وهلا هون بنبلش بالتتبيلة. بدنا معلقة ونص ملح أنا مجهزهم، معلقة ونص فليفلة، معلقة بهار، معلقة كزبرة يابسة أهم شي، وفي ناس تحبه يكون ظاهر فيه يحط معلقة ونص معلقتين ما في مشكلة. نجي على الثوم، معلقة كبيرة معرمة. بالنسبة للشوي شقد من كتر الثوم ما بأثر، معلقة معرمة كبيرة كافية. بنضيفها شوية الزيت كتير مهمة، بتساعدنا كتير على الاستواء عشان ما يتلدوا معنا. وهذا لازم نخلطه كتير منيح. وهون بعد ما خلطناه بشكل كويس هلا رح نعبيه بكيس ورق الغار. اهم شي يتوزع بقلبه على السوا بقلب الكيس. انا هلا ما رح اخلطه مشان وزعه توزيع. والطحيل ما ننساه مشان يتشرب التبله، لانه على الشوي كتير بيطلع طيب. هلا هون لاحظوا معنا ما في دهن كتير، معلق ناشف، الفليفله والبصل دبلوا، بس لسه بكير تنزل السودا او ينحط تبله. لازم الكبده او المعلق ما بينحط لهم تبله لاخر شيء قبل الاستواء بشوي. وهلا لبين ما يتقلى معنا المعلق، انا بحب على طول جنب كل اكله معلق صحن بطاطا مقرمش. واليوم رح اعلمكم طريقه البطاطا وشلون بتتجهز بالمطاعم بالتفصيل وباسهل الطرق، بحيث لا تتغلبوا فيها ولا تطلع معكم مفنشه. قربوا لعندي لهون. عندنا 3 حبات بطاطا من تبعات القلي، تكون مالحه. في فرق بين بطاطا الفرم وبطاطا القلي، وحده حلوه وحده مالحه. بطاطا القلي بتكون مالحه، بطاطا السلق بتكون حلوه ما في مشكله. نفرمها بكر بهالشكل هاد، بعدها بنساويها اصابع بهالشكل هاد. لازم ما تكون معنا رفيعه كتير ولا تكون سميكه. شوفوا معي بهالشكل هاد، لا اسماك ولا ارق، بهالشكل معنا بتطلع البطاطا كتير مرتبه وكتير مقمره. هلا بنفرم البطاطا كلها بهالشكل. وهلا بنيجي لهون للتتبيل. الامور سريعه. البطاطا بعد ما
تفرموها تغسلوها لأنه بكون عليها تراب أحمر، وبتنشفوها من المي. في حال ما غسلتوها ما في داعي. بلزمنا هون معلقة ملح لتمليح البطاطا ومعلقتين نشا، بنخلطهم سوا ومنغبر البطاطا كلها، منرش ومنحرك. طبعا هاد ما هو سر قرمشة البطاطا، هاد جزء، ولكن سر قرمشة البطاطا هلا على القلي بعرفكن عليه، وسر كتير بسيط بس ان شاء الله بيعطيكن طعم خرافي وقرمشة من برا رائعة ومن جوا بصير كتير طرية. كتير انتشر على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي طريقة عدة مطاعم، في ناس بتسلقها نص سلقة وبعدها بتنشفها وبعدها بتقليها، في ناس عدة طرق يعني، ولكن الطرق شفتها أنا طرق كتير صعبة. يعني أنا اليوم إذا بدي أساوي عندي مطعم بدي أساوي كمية بطاطا كبيرة، بدي أساوي كمية بطاطا كبيرة، مستحيل إني أقوم أفرم البطاطا وأسلقها وأرجع أنشفها، هي وين بدها تنشف كلها. فهي الطريقة شفت أنا عدة مطاعم تشتغل فيها وأنا بشتغل عليها، وكتير كتير طيبة ومرتبة. تعالوا على القلي. وهون بعد تقريبا 3/4 ساعة المعلاق الدرنات اللي هي الفشة والحمرة استووا معنا تقريبا 3/4 استواء بهالشكل هاد، صار لونهم خمري. بنبلش بننزل بالتتبيلة. تلزمنا هون معلقة ثوم مدقوق صغيرة، معلقة واحدة. التتبيلة ما بتنضاف قبل هالوقت لأنه بياكل سوى كتير فبتحترق وبتروح طعمتها. تلزمنا معلقتين كزبرة يابسة، أنا معلقتي صغيرة، إذا كانت معلقة عادية معلقة واحدة بتقضي. معلقة فليفلة حمراء حدة، ونص معلقة بهار، ومعلقة ملح. هيك بتكون التتبيلة معنا خالصة. وبهالمرحلة من الاستواء بننزل بالسودا. السودا والتبلة لازم ينزلوا سوا. بعد هالمرحلة بياكل معنا تقريبا المعلاق ربع ساعة تاني، طبعا حسب الكمية، كل ما كبرت الكمية بياكل أكتر. بعد ربع ساعة إن شاء الله بكون المعلاق جاهز. وهون جهزت الزيت ونبلش بقى بسر البطاطا. سر البطاطا كتير بسيط، هو السمنة خواصة شي والزيت خواصة شي. في معظم المطاعم لما ببلشوا بالقلي، مرحلة القلي طبعا هن بحطوا كميات زيت كبيرة بضيفوا عليها سمنة. في سمنة مخصصة لهالشي، الزيت بيرتفع درجة حرارته بسرعة، السمنة بتطول، فلذلك معلقة سمنة كبيرة بقلب 3/4 تقريبا لتر زيت بصير معنا بتغير قوام الزيت، يعني درجة الحرارة فيه بتتغير. الزيت قد ما اعطيته درجة حرارة بتم تطلع حرارته. هون السمنة بتعطيه تبريد. هذا سر بسيط جدا، ولكن هذا السر بخلي قلب البطاطا طري كتير ومن برا بيعطيها قشرة قرمش. هلا رح تشوفوا معنا شلون بعد ما تبلنا البطاطا وغبرناها بالنشا مثل ما شفتوا معي، صارت البطاطا جاهزة. ممكن تعطينا شوية مي أو شوية طراوة من النشا، ما بأثر. لازم الزيت ما يحمى معنا كتير، الزيت ما لازم يحمى معنا كتير. هلا تقريبا حمي معنا الزيت. شلون بدنا نعرف حمي؟ لازم نطب البطاطاي هيك، لاحظوا معي تطلع هلا لحالها. شايفين معي طلعت البطاطاي لحالها، هي الحماوة اللي بدنا اياها. بنجرب بطاطا تنتين ما في مشكلة قبل ما نبلش طب. درجة حرارة الزيت كتير مهمة، لازم تكون النار عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبلش منطب. البطاطا بس انطبت ما بصير تتحرك. وهلا هيك بعد ما وصلنا للاستواء الكامل للبطاطا، رح افرجيكم شلون. شوفوا شلون
تقميرة والقلب بهالنوع بهالطريقة. بعد ما تحطوا النشا وتتبلوا وتنزلوها بهالطريقة هي مستحيل تغمق البطاطا، تطلع بهاللون مثل تبعية السوق بهالشكل هذا. عم تسمعوا معي صوت الطقطقة والقرمشة؟ هاي البطاطا لا في داعي نقليها وتشين، ولا في داعي نسلقها وننشفها ونرجع نتعذب فيها. هذا الحكي كله ما له داعي. بهالطريقة هاي تطلع معنا أحلى بطاطا، وكتير من جوا طرية ومن برا مقرمشة. وهلا هيك وصفتنا لليوم اكتملت، صارت جاهزة. صار المعلاق معنا جاهز، أو الكبدة مثل ما بقولوا إخواننا المصريين، وجنبه صحن بطاطا على طريقة المطاعم، وأسهل بكتير من طريقة المطاعم، مقمرة من برا وطرية كتير من جوا، وكتير كتير لذيذة. طريقة تحضيرها ما فيها تعقيدات أبدا. وصفتنا لليوم صارت جاهزة، ولا تنسوا تدعموني وتحطوا لنا سبسكرايب ولايك وشير وتعيفونا نتغدى. السلام عليكم.